أكيد الدنيا تبقى ملهاش أي معنى لو ما فيهاش جديد، وهتزهق من الأغاني لو هي تاني بتعيد وتزيد. أكيد هتقدر فعلا توصل لحلمك أسرع لو فكرت لبعيد. اتصالات ميوزك بوكس. أكيد الدنيا فيها أكتر بكتير من خيالك وكل جديد. اتصالات ميوزك بوكس أكيد. اتصالات ميوزك بوكس على ميجا اف ام مع تامر شلتوت. مساء الفل على كل بيسمعونا على ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير، وحلقه جديده واتصالات ميوزك بوكس، ويوم الخميس موافق 14/4/2011. حلقتنا النهارده موجود معانا باذن الله، هيكون موجود معانا الشاعر والمؤلف ايمن بهجت قمر. هو موجود بره ثواني وهيكون معانا دلوقتي على الهوا عشان نقول له كل سنه وهو طيب بمناسبه عيد ميلاده، وميجا اف ام كلها بتحتفل بيه. عشان حضرتك توصلوا لنا، عشان لو حابين تسالوا اي سؤال للشاعر والمؤلف ايمن بهجت قمر، او ان كنتوا تكلمونا على الفيسبوك 383536962 واتصالات ميوزك بوكس تامر شلتوت بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك. تعالوا نروح نسمع اغنيه لايمن بهجت قمر، ونسمع حسين الجسمي 6 الصبح، ويكون معانا بعد الاغنيه على طول. اتصالات ميوزك بوكس على ميجا اف ام 92.7. واتصالات ميوزك بوكس والدنيا لسه فيها اكتر، ونورنا دلوقتي الشاعر والمؤلف ايمن بهجت قمر. نورتنا يا كينج. ربنا يخليك يا تامر. ميرسي. كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا ايمن. ومش هنقول انت تميت كام سنه، بس برج الحمل بقى والسنه دي عامله ايه معاك؟ يا عم انت بتكلم شريان. تميت 37 سنه. مشكله يعني. طيب ايه اخبار السنه دي معاك يا ايمن؟ والله طبعا السنه دي لغايه دلوقتي يعني حصل فيها الحدث الكبير للثوره المصريه، يمكن هو ده احسن حدث حصل فيها. لكنها كانت مليئه بقى لغايه دلوقتي باحداث كتيره كانت سيئه، يعني بدءا من احداث كنيسه القديسين، مرورا بالزلزال اللي حصل في اليابان. يعني ان شاء الله بس تكمل على خير وتبقى الثوره يعني هي اللي تدينا امل ان السنه تبقى احسن واحسن في شهورها اللي فاضله يعني. يا رب. متفائل يا ايمن اليومين اللي جايين؟ والله متفائل جدا، يعني ابتديت فعلا اتفائل جدا. ابتدى الناس اللي كانت عندها شويه اندفاع وتسرع ابتدت تفكر وتخاف على البلد، ويعني فطبعا متفائل. الناس كلها ابتدت بقى عندها المنهج بتاع ان احنا لازم نشتغل ولازم نرجع نوقف بلدنا على رجليها تاني، خاصه ان الفتره اللي جايه ادت امل لناس كتيره كانوا مهزومين وكانوا يائسين، فالثوره ادت لهم امل. زملاء ليا كتير حتى من الجيل اللي انا طلعت معاه كان بقالهم فتره طويله مبتعدين، حاسس ان الثوره ادت لهم امل تاني يرجعوا يشتغلوا كشعراء وكملحنين وكموزعين، وان شاء الله يبقى في امل طبعا يعني. شغلك يرجع تاني لمكانه يا ايمن، ولا لسه برضه في مرحله التجمد منتظرين الاوضاع طبعا؟ لسه طبعا المنتجين كلهم لسه خايفين وقلقانين، فاعتقد بقى ان بالوقت في خلال الشهر الجاي ده هتبص تلاقي الدنيا باذن الله رجعت تاني تقف على رجليها، خصوصا ان خلاص يعني حتى الجمعه الجاي مفيش مليونيات جديده، الناس استقرت. فاعتقد ان هيبتدي المنتجين تاني في الكاسيت وفي السينما وفي التلفزيون يبتدوا يرجعوا يشتغلوا تاني ان شاء الله يعني. ايا كان اللي بيحصل في البلد، فهو يعني احنا في مرحله تطهير زي ما كل الناس بتقول، ومرحله انتقاليه لبلدنا. بس امبارح في الحلقه واحنا بنقدمها كان في شعور غريب قوي عند كل اللي بيسمعونا. في منهم كانوا حابين ان في حصل يعني في بدايه في التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجمال وعلاء، وفي ناس كانوا متضايقين ان هو والله بص دخل السجن، عشان احنا شعب عاطفي وطيب يعني. بصراحه يعني احنا شعب فعلا بيمتاز بالطيبه، وان هو مشاعره اللي بتحركه. فهتلاقي في ناس كتير جدا متعاطفه عشان خاطر الراجل بقى له 30 سنه رئيس جمهوريه، عشان خاطر راجل كبير في السن. لكن في الاخر احنا اللي بيحكمنا القانون، ولو حد غلط لازم ياخد جزاؤه. لو هو بريء القانون هيطلعه بريء وخلاص. لكن فكره ان احنا مشاعرنا بتتحرك دي سمه فينا يعني. انا بالذات من الناس اللي يمكن بسبب ان قبل كده مثلا تعاطفت مع الرئيس ساعه وفاه حفيده وسفره للعلاج، فعملت اغنيه عنه. بقيت بواجه باتهام، لكنها هي دي سمه المواطن المصري ان هو طيب يعني. لما يحس ان الراجل
مريض عنده حاله وفاه تتعاطف معاه. فنفس الفكره هتلاقيها حصلت امبارح، لكن بالوقت طبعا بالعقل لما الواحد بيفكر بيبص يقول لا، ايه اللي انا بعمله ده في بلد فيها قانون وكل واحد لازم ياخد حقه، والمواطن المصري لازم ياخد حقه، واللي اذنب لازم ياخد حقه يعني. طب ايمن، انت كل المؤلفين دلوقتي مطلوب منهم ان هم يعملوا مسلسلات وافلام عن الثوره. لا، ما دي بقى ده برضه مش صح يعني، ان انت تقعد تعمل فجأة كل الافلام وكل الاغاني والمسلسلات عن الثوره. ما يعني لا، ما مش ظاهره صحيه، لان دايما زي ما حصل قبل كده كان في افلام اللي هي بتاعت المخدرات وافلام الاكشن والكوميدي دايما بتيجي موضه كده. لكن اعتقد الصح ان انت ممكن يعني الفتره الجايه تقدم كل الافكار وفي افكار كتير، مش لازم بس عن حدث الثوره يعني، وممكن تعمل عن الثوره برضه بس بطريقه غير مباشره ملهاش اي علاقه بالثوره يعني، ان الانسان اللي بيثور على القهر، على الكبت، على الفقر، على اي حاجه يعني. لكن انا طبعا ما احبش ان الفتره الجايه يبقى كل حاجه بس عن الثوره، لا لازم يبقى في حاجه في تنوع. ده طبعا. بس ثواني يا ايمن، هل انت شايف ان احنا يعني الثوره انتهت او يعني الاوضاع بانت ووضحت واستقرت عشان نبتدي نعكسها في دراما سواء افلام او مسلسلات؟ ولا لازم الثوره عمرك ما هتعرف نتيجتها غير بعد 10-20 سنه يعني، تبتدي تشوف كان تاثيرها ايه على المجتمع بتاعك. احنا دلوقتي في مرحله بنى، هي الثوره حصلت، اتشالت الرموز اللي كانت الفاسده، ابتدى يحصل تحقيقات معاهم وفي اتهامات ليهم. الفتره الجايه خلاص احنا ابتدينا يعني البلد بتتشرع بشكل جديد، في انتخابات مجلس شعب، في لاول مره الشعب المصري هيختار الحاكم بتاعه، ده حدث في تاريخ مصر اصلا، لاول مره رئيس يتحاكم. كل دي احداث جديده علينا. لكن الفتره زي ما بقول لك في اول كلامي، خلاص دي فتره بنى للبلد، فتره عقل بقى، فتره نهدى. هو زي ما قالوا الساير ما بيفكرش، فاعتقد ان هو دلوقتي المفروض يهدى ويفكر ويبتدي يرجع يوقف البلد على رجليها تاني يعني. طب ما تيجي نروح نسمع اغنيه ليك، وش الطيب لفضل شاكر. دي اخر اغنيه انت كتبتها لفضل شاكر صح؟ دي اخر اغنيه تقريبا نزلت لي كمان، كانت قبل الثوره على طول. بالظبط. دي اخر اغنيه. نروح نسمع اخر اغنيه التعاون ما بين الشاعر والمؤلف ايمن بهجت قمر وفضل شاكر، واتصالات ميوزك بوكس على ميجا اف ام. واتصالات ميوزك بوكس ونجمنا النهارده اللي بنقول له كل سنه وهو طيب الشاعر والمؤلف ايمن بهجت قمر. وفي حد عايز يقول لك كل سنه وانت طيب يا ايمن. يلا جاهز؟ انا جاهز. يلا. الو. مساء الفل. مساء النور عليكم. استاذ ايمن معاكي، لو حضرتك حابه تقولي له اي حاجه. كل سنه طيب يا يويا. اهلا. بقالي سنه. طيبه يا حبيبتي، بلاش يويا دي والله خير. مين بس؟ فضحتك على الهوا. كل سنه طيبه يا حبيبتي. كل سنه طيب يا بقالي سنه يا رب ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي جدا. الاستاذه انجي زوجة المؤلف ايمن بهجت قمر، تحبي تتمني ايه بقى لايمن في السنه الجديده بتاعته؟ اتمنى له دايما يبقى في نجاح كده يا رب وتقدم، ويعمل لنا افلام جميله تحفه كل سنه ان شاء الله يا رب باذن الله، عشان دي يعني امنيه ايمن الدائمه انه يعمل فيلم حلو. ربنا يخليك. ايمن مهتم دلوقتي اكتر يعني كمؤلف ولا يعني كاتب اغاني اكتر؟ لا معلش ممكن سؤال. هو مهتم اكتر بالافلام ولا بالاغاني دلوقتي؟ لا هو بالاثنين طبعا، الاغاني دي عشقه طبعا. بس الافلام بقى بيطلع فيها يعني كل الحاجات اللي مش بيعرف يطلعها في الاغاني يعني. اكتر فيلم حبيتيه لايمن ايه بقى؟ لا كلهم الصراحه، حتى بحبك وانا كمان يعني. مش مبالغه. والله العظيم كل ما بيجي بقعد اتفرج عليه، لا بحبهم كلهم الصراحه. ربنا يخليك يا حبيبتي. والله. يلا ربنا يديم المحبه على طول، وبشكرك جدا يا انجي انك كلمتينا النهارده. ربنا يخليك تاني. طيبه. طب فعلا يا ايمن، ايه اكتر فيلم انت كتبته وحبيته؟ يعني لا يعني بص، كل فيلم مش كلام اي كلام يعني، مش بقول اي كلام. بس هو فعلا يعني بحبك وانا كمان كان اول فيلم واول فرصه ليا، مصطفى قمر وقف جنبي فيها وساندني فيها. فما اقدرش طبعا اقول ان انا الفيلم ده يعني اول افلامي، وكان قصه واحد حبيبي شاعر صديقي رضا زايد، وانا عملت له سيناريو الحوار، فليه معزه عندي خاصه يعني. وخصوصا كمان ان انا خطبت مراتي وانا بعمله، واول مثلا مره نروح السينما واحنا مخطوبين كان في الفيلم ده، فليه معزه عندي يعني خاصه يعني. طبعا عندليب الدقي برضو ليه معزه عندي، لان كان بقالي 3 سنين بحاول ان انا اعمل سينما، وكانت قافله معايا جامد جدا ومش ماشيه معايا. وهنيدي بجد وقف جنبي جدا، هو وائل احسان وقفوا وقفه معايا فظيعه،
لان الفيلم كنا شغالين على سيناريو تاني كان اسمه عنتر بن شداد وما تمش، وفي اخر لحظه قررنا يعني وائل احسان قال انا عايز موضوع تاني، فجدعنا بصراحه من هنيدي ووائل ان هم ما باعونيش وشافوا اي سيناريوهات معروض عليهم، فقعدنا اشتغلنا عند عندليب الدقي في وقت ضيق جدا، بس الحمد لله فليه معزه عندي برضو وعشره. انا بحب هنيدي ووائل جدا جدا، من اقرب الاصدقاء ليا يعني. طبعا اسف على الازعاج بقى ده اللي هو عارف رد اعتباري، الهجوم كان شديد جدا وكنت حاسس ان انا اتظلمت في كان الناس كمان بيقولوا لي بطل خليك في الاغاني وايه اللي خلاك تعمل سينما ومش مميز في السينما. فالحمد لله كان اسف على الازعاج تحدي كبير وكانت من عند ربنا فعلا نصره كبيره ليا، فمن اكتر الافلام المقربه لقلبي. ثم بعد كده بقى ابن القنصل برضو لانه كان تحدي بعد اسف على الازعاج ان انت تعمل فيلم يحوز على اعجاب النقاد والجمهور. وكنت سعيد جدا ان انا بشتغل مع عمرو عرفه والسقا ويحيى شنب ووليد صبري، دول من اصدقاء المقربين ليا. وشرفت بخالد صالح، كان نفسي من ساعه ما جيتك ان انا اتعامل معاه. فكان وغادة عادل يعني كان برضو من الافلام اللي انا بحبها جدا، والحمد لله لقى استحسان. فكل فيلم هتلاقي له عندي معزه معينه بسبب حاجه معينه يعني. ده غير بقى ان انت كمان كل فيلم بتتعلم حاجه جديده يعني، بتلاقي مستواك بيتطور يعني. اكيد بحبك وانا كمان مش زي عندليب الدقي اسف على الازعاج ما عايزين نقف عند اسف على الازعاج. الفيلم ده كان فيه اسقاطات كتير جدا، وفيلم كان فيه نضج. وابن القنصل كمان كان، ما هو انا بتكلم بعد اسف على الازعاج جه ابن القنصل، فبنتكلم على يعني اسف على الازعاج كان في نقطه تحول عند ايمن بهجت قمر. انت كنت قاصد ان انت يكون نوعيه الافلام اللي تقدمها بعد كده يكون فيها اسقاط ويكون فيها نقل الواقعيه مع الكوميديا السوداء مع كوميديا الموقف، ولا هي جت كده؟ يعني هي الفكره اللي بتخليك تشوف انت رايح فين يعني. انت الاول الفكره بتجيلك، مش لازم تقول انا عايز اعمل فيلم فيه اسقاطات. لو ممكن الاسقاطات دي اصلا تيجي وانت بتكتب تاني تالت نسخه في السيناريو يعني، مبقاش في دماغك اصلا موضوع الاسقاطات ده بمنتهى الامانه يعني. انت بيجيلك فكره حدوته بتمشي وراها، هي اللي بتخليك تشوف هي ينفع تبقى بتلمس حاجات في مجتمعنا. اسف على الازعاج كان فكرته قايمه على اختفاء القدوة والبحث عن القدوة وصوت المواطن اللي عمال يبعت في رسائل وعايز يعني حس ان هو انفصل عن المجتمع وبقى مجتمع بقى مواطن مريض فكان بيتكلم عن الموضوع ده فعلا وبشكل غير مباشر، ودي كانت ميزته يعني. الفيلم مليان هتلاقي يعني معاني كلنا كنا عايزين نقولها بس بشكل غير مباشر في حدوته بلاك كوميدي سايكو دراما. كانت جديده على احمد وكانت منطقه فعلا يعني. الحمد لله النقله دي كنتوا الاثنين طبعا اكيد بالنسبه لي انا اكتر، لان انا كنت طالع من فيلم يعني كان بيتهاجم، بالرغم ان انا شايف ان الفيلم ده اتظلم ولما نزل على الفضائيات لقى استحسان. فجي بالنسبه لي كانت نقله ليا انا اكبر كمان، لاني اثبتت الحمد لله فيها وجودي. طبعا ذكاء من احمد حلمي يتحسب له ان هو يوافق انه يعمل فيلم زي ده، خصوصا ان هو كان لسه طالع من كده رضا وكان نجاح ساحق وكان فيلم قمه في الكوميديا يعني. فطبعا ان هو يقبل ان هو يعمل الموضوع ده، هو وليد صبري المنتج، طبعا كان شيء بالنسبه لهم خطر ومخاطره. وبرضه بحب احيي خالد مرعي مخرج الفيلم، لان انا اتشرفت بالعمل مع خالد يعني بصراحه. هو خالد بقاله فتره خالد مرعي عامل ديو مع احمد حلمي وهم حابين يشتغلوا مع بعض. بعتهم انا بقى ورحت للسقا السنه اللي فاتت. طب انا عايز اعرف بعد ابن القنصل مفيش ناس اتضايقت منك بسبب الفيلم يعني؟